سلام حبيباتي ومرحبا بكم في قناتكم وصفات اقتصادية مع أم سيلين. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. أول شي نصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم ارحم أمي وارحم جميع موتى المسلمين. جيتكم اليوم بحلوة شرك مسكر بالعجينة التقليدية الذوب في الفم مع جميع أسرار نجاحه مع طريقة التسكر. باليوم ما يزيد يتحجر لك التسكر وما يصفر وما يبس مع نجاح الحشو يبقى طري أطول مدة بلا ما يبس. قبل ما نبداو الوصفة متنساوش الإعجاب بالفيديو والتعليق، واللي يشوف القناة أول مرة نقوله مرحبا بك في القناة. ما تنساش الإعجاب والاشتراك. أول حاجة درتها هنا البنات، جبت كيلة تاع سمن أطري ماشي ذايب، تكون ناقصة صباع، كملتها بالزيت. كما راكم تشوفوا جبت كيلة تاع سمن، لازم تكون طرية وما لازمش تكون ذايبة. ما قلت لكم كيلة غير صباع، كملتها بالزيت وزدت لها 2 مغارف كبار تاع السكر كلاص وقرصة تاع ملح، وزدت لها مغرفة صغيرة تاع لافاني. ومن بعد بديت نذوب في هذا الخليط، ومن بعد ذوبت هذا الخليط مليح بيدي حتى ولا كريمه وتبدل اللون تاعو ولا ابيض. البنات كما قلت لكم السمن يكون طري ماشي ذايب، لان ولا جينا اللي حنتحصلوا عليها حتكون عجينه طريه طريه بزاف. وصراحه معتمدتها في الحلويات التقليديه، في الشرك المسكر وفي العرايش وفي الكعكات. كما راكم تشوفوا هنا الخليط تاعنا بعد ما ولنا كريمه وتبدل اللون تاعو، زدت له 3 كيلات تاع فرينه. الكيلات هذو لازم يكونوا ممسوحين، ومن الافضل تكون النوعيه مليحه، لانه كان اللي تشرب، لانه كان كما على بالنا كان الفرينه اللي تشرب وكان اللي ما تشربش. واذا شكيتي في النوعيه تاع الفرينه تاعك اخدمي بها عادي، برك روحي معاها بسياسه بعد ما تيبسلكش. الكيله اللي كيلت بها انا خرجت لي 41 حبه بالحساب، ادات لي بالتقريب قريب كيلو. وفي كل كيلو تاع فرينه نديرو 2 مغارف كبار تاع سكر كلاص. ومن الاحسن ما تكثروش السكر لانه التشارك راح يتسكر، بصح لازم وفي نفس الوقت لازم ديرو لانه السكر هو اللي يحمر لنا التشارك تاعنا. ومن بعد هنا كما راكم تشوفوا البنات بعد ما دخلت كامل هذوك ليدان في الفرينه تحصلوا على عجينه كما تاع الغريبيه. هنا واش جبت البنات، جبت نفس الكيلة اللي كيلت بها من قبل، كيلت بها نص ما وكملت الكيلة بالمزهر. شوفوا البنات انا صح درت كيلة، بصح العجينة تاعي ما داتليش كامل الكيلة. ديروا غير بشوية وطموا العجينة تاعكم وروحوا معاها غير بسياسة وبداو تقطعوا في العجينة تاعكم بلا ما تعجنوها، راح تجيكم تتكسر وما لازمش تعجنوها راح تتكسر لكم. وبقاو تزيدوا في الماء حتى تحصلوا على عجينة طرية. كما قلت لكم البنات العجينه تاعكم لازم تبقى طريه. انا دات لي قريب نص كيلة بين ما ومزهر. ارفدوا شويه من العجينه تاعكم، اذا ما لقيتوش تشققات تعرفوا بلي العجينه تاعكم ما راهيش مخصوصه ما ومزهر. اذا لقيتوها ناشفه وفي هذوك التشققات لازم تبقاو تزيدوا لها في الماء والمزهر حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه. سمحتوني البنات ما تخلوش العجينه تاعكم يابسه، لانه الشرك تاعكم راح يجيكم يابس. ومن بعد رحنا للحشو. الحشو واش درنا فيه؟ شو البنات عبرت 3 كيلات كاوكاو مرحي، رحيته في الخشين. هنا البنات كما راكم تشوفوا عبرت 3 كيلات تاع كاوكاو، 3 كيلات تاع كاوكاو يكونوا ممسوحين، وكيلة غير ربع تاع سكر. كما تقدروا ديروا 3 كيلات بومبي مع كيلة ممسوحة تاع سكر. ومن بعد كل واحد وكيفاه يدير، انا ندير هكا كل واحد وطريقته. ومن بعد زدت لها مغرفة كبيرة تاع سمن وزدت لها وبديت نضم فيها بالمزهر. ومن بعد هنا البنات كما شفتوا زدت لاغوم تاع اللوز الحلو، راح يمدقوا بزاف شباب للحشو تاعنا. هنا البنات كما راكم تشوفوا بديت نضم في الكاوكاو تاعي حتى تحصلت على عجينه تجيكم تتلصق في اليد. لازم البنات تخلوها تلصق في اليد. كما راكم تشوفوا تحصلت على عجينه تجيكم تتلصق في اليد، ما لازمش تخلوها ناشفه لانه الحشو تاعكم راح ينشف لكم ويبس في الفرن. ولازم الطراوه تاع الحشو لازم تكون كيما الطراوه تاع العجينه. فهمتوني البنات؟ هذا هو السر اللي بيخليناش الحشو تاعنا يبس لنا. كما قلت لكم لازم تخلوا الحشو تاعكم يجي يتلصق في اليد. ومن بعد هنا البنات كما راكم تشوفوا رحت وزنت العجينه تاعي 35 غرام والحشو وزنته 20 غرام وخليتهم يريحوا على الاقل ساعه. كما قلت لكم تخلوها لازم تريح ساعه. ومن بعد واش درت، حطيت العجينه تاعي مليح وزدت هذاك الحربوش تاع الكاوكاو وبديت نغلق وندور في نفس الوقت ونخرج في الهواء ونشكل في التراك تاعي. بديت نغلق في هذاك الفتحه. باش البنات حطيت صباطيه في الوسط الحبه وبديت نمشي في الحشو تاعي وفي نفس الوقت نغلقه على الاطراف بالحشو تاعنا ما يخرج لناش.
وبهذه الطريقة البنات راح يتشكل لكم الشركة تاعكم كيما تبغوا، العجينة تاعكم راح تتحكموا فيها كيما تبغوا. شوفوا الشكل تاع الحبة تاع الشركة تاعي كيف هو خرجت. ومام البنات كي تمدوا لها الوقت باه تريها العجينة تاعكم راح تساعدكم بزاف. وكيف نعرفوا بلي العجينة تاعنا ناجحة؟ راح نلقاو فيها واحد النقط بيض، هذا تعرفوا بلي هذه هنايا نعرفوا بلي هذه هي الطريقة الصحيحة والناجحة. من بعد البنات هنايا كيما راكم تشوفوا كملت بنفس الطريقة، نقلق الحشو تاعي في الأطراف ونزير كيما راكم تشوفوا في هذيك الفتحة، ونحط صباعتي في الوسط ونمشي في الحشو في الأطراف، وفي نفس الوقت البنات نغلقوا في الأطراف باه الحشو تاعنا ما يخرجلناش حتى شكلنا الحربوش. والبنات في الوسط ما تضغطوش بزاف باه لا فورم تاع الحبة تاع الشرك تاعنا ما تخسرناش وتبقى الحبة شادة روحها. بعد كيما راكم تشوفوا هنا البنات بنفس الطريقة كملت تشكيل تاع الشرك تاعي. وهنا البنات كملت كامل الكمية بنفس الطريقة، واش درت لهم ثقبتهم بالكيردو باه ما ينتفخوناش، كنحطهم يطيبوا ونخرجوا كامل الهواء اذا كان فيهم، ومن بعد خليتهم يريحوا مليح. بعد خليتهم يريحوا البنات هنا على الاقل ساعتين، هكا نضمنوا بلي الشارك تاعنا كامل نشف من هذوك ليدام، باه كي نحطوا شارك يطيب لا فورم تاعو ما تتبدلش ويبقى لنا على حبه. ومن بعد طيبتهم لمدة 20 دقيقة، ما لازمش تزيدوا من فوق 20 دقيقة وما لازمش طيبوه أقل من 20 دقيقة. علاه البنات؟ شوفوا البنات واش ديروا، شعلوا على الشارك تاعكم من التحت على نار متوسطة، ولازم الفرن تاعكم يكون سخون مليح، احسبوا له 18 دقيقة، ما لازمش يفوت من 18 دقيقة باه الفرن ما يشرب لكمش الشارك تاعكم ويجيكم يابس. وحطوه في الرف، ولازم وحطوه في الرف الوسطاني باه ما ينحرق لكمش. ومن بعد طفوا عليه من التحت وشعلوا عليه من الفوق قد ما ينشف برك حوالي 2 دقايق. ومن بعد هنا البنات رحنا للتسكار تاعو. التسكار واش فيه؟ درنا هنايا البنات درت فيه كيلة تاع مزهر وزوج مغارف كبار تاع سكر كلاص ومغرفة صغيرة لافاني. ومن بعد خلطت هذاك الميلونج تاعي مليح حتى ذبنا كامل هذاك السكر كلاص ومتزج لنا مع المزهر. وكما قلت لكم البنات الشارك لازم كي طيبوه لازم تخلوه 20 دقيقة، ما لازمش تخلوه قل. علاه البنات؟ اذا خليتوه قل ما راحش يطيب لكم مليح، راح يطيب لكم خضر، رايحين تقعدوا 3 ايام 4 ايام تلقاو الشارك تاعكم متصوف لكم. سمعتوني البنات لازم تعطوا حقه في الطياب، 20 دقيقة 18 دقيقة كما قلنا يطيب من تحت، وزوج دقائق من فوق قد ما ينشف برك. وفي نفس الوقت ما تخلوش يطول لكم في الفرن باه ما يبس لكمش، لازم يطيب لكم بيض كما راكم تشوفوا. من بعد البنات انا واش درت؟ انا صيرت هذاك السكر كلاص وزدت له مغرفه كبيره تاع مايزينا. المايزينا البنات واش هو السر تاع المايزينا؟ كي نديروها للسكر كلاصي، المايزينا كي نزيدوها في سكر كلاص البنات تشربنا كامل هذاك الميديتي ولا الندى اللي يتكون لنا في الشارك، يقعد لنا يومين، يقعد لنا. اذا لاحظتوا الشارك بعد مده نلقاو الشارك صفار، هذاك السكر تاع الشارك تاعنا صفار لنا كامل. والسبب هو السكر كي يتجمع بالمزهر. فهمتوني البنات؟ انا واش راح ندير بعد ما ختصت هذاك الشارك في الحب؟ نحيتها مباشره وحطيتها فوق بابي هكا باه نضمنوا باللي السكر تاعنا ما يتحجر لناش. فهمتوني البنات؟ هذا هو وهذا سر اخر التسكار تاع الشارك. لازم تنشفوا الشارك تاعكم مليح بالبابي باه تحطوه في سكر كلاص. سمعتوني البنات؟ حطيته فوق السكر كلاص وزدت رشيت عليه سكر كلاص، خليته حوالي ساعة كاملة حتى يدي حقه مليح في التسكار البنات. ومن بعد قلت لكم بعد ما تخلوه ساعة إذا جبتوا الحبة تاع الشارك تاعكم لقيتوها طنوس بارو عادي العكس مليح، هكاك نضمنوا بلي الشارك تاعنا ما راهوش راح يتسكر لنا وما يديرناش هذاك التكتلات تاع السكر. فهمتوني؟ عادي تقدروا ترشوه غير بالسكر. وهنا البنات كما راكم تشوفوا بعد ما خليت الشارك تاعي يتسكر حوالي ساعة لازم تمدوا البنات وقت باه يشرب لنا كامل هذاك السكر فيه. وهنا البنات بعد ما كما قلت لكم بعد ما فاتت ساعة كرفت الحبة تاع الشارك تاعي نحسها بلي ترونسبارو، بصح البنات عادي هكا نضمنوا بلي الشارك تاعنا ما فيش هذوك التكتلات اللي يجوا في الشارك. وفي نفس الوقت نضمنوا بلي الشارك تاعنا السكر تاع الشارك تاعنا ما يصفرناش. علاه؟ السكر تاعنا ما تشمخناش بالمزهر لانه الشارك تاعنا مسحناه مليح من المزهر حطيناه في السكر. عادي البنات كما قلت لكم واش ديروا اذا لقيتوه ترونسبارو عاودوا رشوه بالسكر كلاص وقدموه. قلت لكم البنات الشارك تاعكم ما راهوش حيدي اكثر من حقه في التسكار. وهنا البنات الشارك تاعنا راه واجد كما راكم تشوفوا، صدقوني يا البنات خرج يذوب في الفم. شوفوا البنات، نتمنى برك الوصفه تاع اليوم تجربوها
وجميع النصائح اللي قُلتهم لكم تدوهم بعين الاعتبار وطبقوهم، صدقوني راحين تنجحوا في الشارع. وصلنا لنهاية الوصفة، ما بقى لي غير نقول لكم إذا عجبتكم الوصفة تاعنا تاع اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وديروا إعجاب للفيديو. السلام عليكم.